عايز اقول لكم، نزلت من ساعه ما نزلت البوست بتاعت واقعه التعدي على ضابط الشرطه في قنا، ويعني ايه وداخل عليا يعني ايه. يعني في ناس كتير قوي عماله تشتم وتقل ادبها، واللي يقول لك فعلا انت معرض، وفعلا اللي يقول لك مش عارف ايه انا مش عارف ايه، وكلام زي ما انتم شايفين كده في الكومنتات اللي نازله. يا استاذي حضرتك مش عارف تاخد حقك، دي مشكله عندك انت شخصيه. تمام. انا لو حضرتك ما فهمتش البوست بفهمه لك انا عشان انت ايه تفهمه بس. الضابط غلطان، في قانون في البلد. المواطن غلطان، في قانون في البلد. انا ولا مع ده ولا مع ده. انت عندك مشكله اللي انت راجل قليل الادب بقى، ما بتعرفش تتعامل باحترام. يعني انا يعني واحد زي ده كاتب لي في الكومنت زي ما انتم شايفين كده، هو ذات نفسه مش محترم. عايز الشرطه مثلا لما تيجي تعاملك ازاي؟ لما انت انسان اساسا مش ما اتعلمتش التربيه، ما حدش رباك. ما المحترم اكيد الشرطه بتبقى معاه محترم. واحد زي ده كده مش محترم، يبقى الشرطه ازاي هتبقى معاك راجل محترم؟ يعني بالعقل كده ربنا سبحانه وتعالى ادينا يعني فاقد الشيء لا يعطيه. انت ما عندكش احترام، يبقى ده تعاملك مثلا في كومنت زي دوت، يبقى انت بتتعامل مع ضابط شرطه هتتعامل معاه ازاي؟ ما اكيد هتتعامل معاه بدون احترام، فبالتالي هيعاملك بدون احترام. تاني حاجه، هل ضابط الشرطه ده ملاك نزل من السماء؟ لا، مش ملاك نزل من السماء، ما هو هيغلط. لما يغلط بقى حضرتك، لو ضابط الشرطه غلط، والله حضرتك في اداره التفتيش تقدر ان انت حضرتك تروح تعمل فيه شكوى، وحقك هيجي لك تالت ومتلت. انت بقى اللي مش عارف السكه، دي حاجه تانية. تمام. في تجاوز من ضباط الشرطه، في تجاوزات من ضباط الشرطه، ودول بيسوء يعني بيعملوا اساءه للجهاز كله من اوله لاخره، ودول المفروض يتعاقبوا اشد العقاب. تمام. زي ما في مواطن يعني ما عندوش اخلاق زي حضرتك كده، وما بيعرفش يتعامل، لا ضابط الشرطه مش هيبقى زيك. ليه؟ لانه معلش مهما كان هو اتعلم في ضابط الشرطه يعني ايه ضبط النفس، ويعني ايه لازم يبقى يكلم الناس يعني باحترام. اتعلم يعني ايه ضبط النفس في الاداره بتاعته، فمش هيتعامل زيك زيه. صدق انا مش والله ما بعرض على حد، بس ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه. في تجاوزات، في تجاوزات، يبقى حضرتك تعرف ازاي تعرف تاخد حقك من اللي بيظلمك. هي دي بقى مربط الفرس. انت مش عارف، يبقى ما تجيش تشتم وتيجي تغلط وتقل ادبك. يا ريت نتعامل مع بعض باحترام، ويا ريت يعني ايه يكون في ما بيننا محبه واحترام وادب. مش معنى ان انا اختلفت